تفانين، سهرة أسبوعية مع عزة مصطفى ووائل طوبار. اهلا بكل الاصدقاء والصديقات في سهرتنا تفانين المتجدده معاكم كل سبت من دلوقتي ولمده ساعه. وائل طوبار مخرج كل تفانين. تفانين عمرو البدري الهندسه الاذاعيه السينمائيه على الهواء. واسعد بلقائكم كل سبت عزة مصطفى. كل تحية لعشاق الفن السابع، كل تحية لعشاق كل الفنون في سهرتنا. النهارده سهرتنا منوعة ما بين المهرجانات المختلفة وما بين الأنشطة المختلفة في مراكز الثقافة السينمائية، وكمان عندنا ضيف مفاجأة. يمكن في الفترة الأخيرة كل حد يقول أنا هصور سيلفي، يعني أفلام السيلفي أو تصوير السيلفي أو ما شابه. هنعرف تفاصيلها حالا مع ضيفنا في استوديو 16 النهارده. المخرج الشاب الواعد عمر زكريا. اهلا بك يا عمر. اهلا بحضرتك. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. واخبار السيلفي معاك ايه بقى؟ تمام. انا الاول طيب اشكركم وكل سنه وانتم طيبين، وكل مستمعينا الكرام كل سنه وانتم طيبين وبخير دايما يا رب ان شاء الله يا عمر. يعني حكايه من 2012 مع افلامك السيلفي. كان اول فيلم كان اسمه لحظه غضب، كان في 2012. صورته في 2012. ده كان اول فيلم سيلفي اعمله تقريبا. كان فيلم صامت بيتكلم عن اخوين توأم، واحد معاق ذهنيا واخوه، وكان بيحصل زي صراع بينهم وكده. الفيلم مدته 5 دقايق تقريبا، نزل على النت، حقق مشاهدات كويسه الى حد ما، يعني بالنسبه لي كويسه. بدأ المشوار من هنا بقى. طيب يعني قبل ما نبدأ المشوار عايزين نعرف مستمعينا انت طالب في كلية سياحة وفنادق. تمام مظبوط كده؟ طيب السينما يعني قريبة، هي فن وده فن وكده، بس يعني ايه بقى غرامك بالسينما؟ جه ازاي وليه ومنين وكده؟ يعني ايه اللي دفعك للموضوع ده؟ تمام. اولا انا 25 سنه في كليه سياحه وفنادق في ثالثه حاليا. تعليم مفتوح جامعه اسكندريه. الموضوع جه معايا من مثلا نقدر نقول كان عندي يعني 20 سنه. في المرحله دي كنت عايز اعمل فيلم. اتناقشت مع جماعه كده اصدقاء ليا بيعملوا فيديوهات كده على اليوتيوب كوميدي. فكلمتهم قلت لهم عايز اعمل حاجه وكده وفي افكار، فسمعوني كويس جدا، ولكن ما حدش كان مؤمن بيا. هو الفكره بس ان يعني محدش كان مقتنع بوجهه نظرك يعني او افكارك او كده. خالص للاسف. يعني هو الفكره يعني بصراحه كده اي حد جديد او لسه بادئ بيبقى مفيش حد مؤمن بيه، مفيش حد مؤمن بفكرته او برسالته او ان هو هيعمل ايه. انت توجهت للناس الغلط، يعني ما توجهتش للناس اللي هي ممكن تساعدك في الاول او تبتدي معاك بدايه صحيحه يعني. ممكن، بس هو الفكره ان هم كانوا بيمثلوا وبيعملوا حاجه قبل مني، وبعدين اصدقاء يعني عندهم خبره سابقه يعني. فقلت يعني اكيد لو عايز حاجه هروح لهم هتكلم معاهم. طيب رحت لهم وكده، فمحدش كان مؤمن بالرساله اللي انا عايز اوصلها وبافكاري وكده. فقلت خلاص يعني انا ليه ما اشتغلش لوحدي. 2012 بقى بدات افكر. قلت خلاص يعني جات لي فكره فيلم كده اللي هو الفيلم لحظه غضب. لحظه غضب. طب جات لك منين الفكره او جات لك ليه؟ يعني حكايه الاخ واخوه المعاق او يعني ايه الموضوع جالك ازاي؟ تمام. يعني هل كان في عندك تجربه او كان انت شايف حد مثلا من اصحابك او زمايلك او كده عدوا نفس المشكله، ولا جات لك لوحدها؟ لا الفكره جت كده بصراحه. يعني انا يعني القصه جت لي كده، وانا طبعا يعني زودت فيها. جت لي بس ان انا عايز اعمل حاجه للمعاق، ان هو يعني قد ايه متبهدل، قد ايه مظلوم، قد ايه محدش فاهمه، محدش عارف هو عايز يقول ايه، عايز يعبر باللي جواه عن ايه. جواه حاجات كتير قوي، جواه انسانيه رهيبه مفيش حد مهتم بيها، مفيش حد شايفها. فمن هنا بدات الفكره. بس فعملت بقى فيلم لحظة غضب. هو الفكرة يعني كان بيتكلم عن ان اخ جاب زي دولاب جديد كده للبيت،
وبعدين اخوه المعاق دخل وشخبط كده على الدولاب، فاخوه دخل فلقى اخوه المعاق بيشخبط على الدولاب طبعا، فاتضايق ان ده جديد يعني فازاي بيعمل كده، فضربه على طول بالقلم على وشه وكده بهدله يعني. فبعد كده صعب عليه بالاخص ان والدته كانت موصيه عليه قبل ما تموت. فهو اتضايق. ده رد فعل جامد قوي يعني، ان هو يعني ده ناتج عن التصرف اللي عمله المعاق او اخوه المعاق، يكون ده رد الفعل يعني. وده بيحصل للاسف، ده بيحصل. وده راجع لان المشكله فينا ان احنا مش عايزين نسمع بعض، مش عايزين نفهم اللي قدامي عايز يقول ايه، عايز يعبر عن اللي جواه ايه، يعني ايه اللي جواه، وخصوصا لو كان في الحاله دي. بالظبط بالخاص ان هو معاق يعني مش انسان سليم. بس فدخل ضربه وكده، وبعد كده طبعا اتضايق ان هو ضربه، راح علشان يمسح المكتوب، فاتضح ان اخوه كاتب له مبروك يا اخويا، فهو قد ايه كان بيحاول يعبر له ان هو بيحبه وعايز يبارك له، فكتب له على الدولاب بطريقته وباسلوبه. بس طبعا اتضايق اكتر وانهار وزعل يعني. رغم الاساءه طبعا. فانا عايز اقول هنا ان احنا يعني بلاش سوء الظن، يعني يا ريت يكون في تسامح، نسامح بعض، نسمع بعض، نشوف اللي قدامي عايز يقول ايه، يمكن حاجه ليا انا، يمكن حاجه ناقصاني. يمكن انت اتكلمت في نقطتين مهمين، يعني العلاقات ما بين الاخوات لازم تكون ازاي، والنقطه الاهم ان انت بتوجه النظر او بتلفت النظر لمعامله ذوي الاعاقه او ذوي الاحتياجات الخاصه. طبعا يعني دول شريحه مهمه في مجتمعنا وموجوده بكثره، وللاسف زي ما انت بتقول بتعاني من التهميش وتعاني من عدم الالتفات ليها. يعني حتى وسائل المواصلات ما فيهاش تسهيلات الا قليلا، يعني عشان ما نظلمش طبعا حد. يعني ابسط الاشياء لما يكون حد مثلا على كرسي متحرك ما بتلاقيش مطلع او مهبط زي دول خارجيه مثلا بتلاقي فيها الحاجات دي على طول، والمفروض انها طبيعيه يعني جدا، وبتلاقي الناس بتعاملهم معامله في منتهى يعني السلاسه والاندماج مع المجتمع والتوحد مع المجتمع. فده يعني انت لفتت النظر الى جزئيتين من كان لازم اتكلم في الموضوع ده بالذات. انا يعني كنت حاسس بيه قوي واتعاملت معاهم قبل كده، فيعني قد ايه هم جواهم حاجات بس محدش شايفها، حاجات انسانيه وحب للناس، يعني الناس طيبه. ده فيلم لحظه ما بتكرهش حد، ما بيعرفوش يكرهوا حد كمان. نهايته كانت ايه بقى؟ نهايته بقى كانت مؤثره بقى، يعني هو معظم الافلام اللي انا بعملها اللي هي التراجيدي، ويعني انتهى طبعا اخوه طبعا اتضايق جدا اكتر واتاثر طبعا ان هو افترى على اخوه يعني ان هو اساء معاملته. هو ما عملش حاجه اصلا عشان كل ده يعني الحمد لله العلاقه رجعت تاني سويه وجميله بين الاخين. بس هو اتقفل على كده بقى خلاص يعني ان هو اتضايق وكده، والفيلم خلص على كده يعني. طيب لحظه غضب ده كان فيلم صامت. ده كان فيلم صامت بس فيلم روائي يعني روائي صامت. مين بقى الاخ ومين الاخ الثاني؟ ما هو كنت انا بقى كنت عامل الاثنين التوأم، الاخ اللي هو الكويس والاخ المعاق. وكان طبعا يعني التمثيل، اخراج، المونتاج، القصه، كل ده كان بتاعي. ده اهم حاجه المكياج كمان. عملت ايه في المكياج؟ طبعا وعملت ايه في الملامح والتفاصيل الشخصيه الثانيه؟ يعني لازم يكون في فرق شويه مهما كانوا مثلا قريبين من بعض في الشكل والشبه، لازم يكون في اختلاف. فعلا قعدت كمان اتدرب يعني قبلها فتره كبيره ازاي اعمل الدور ده بالذات، واجيب شعري ازاي. كنت جايب شعري على جنب كده وفرق من الجنب كده، وقافل زرار القميص وتعبانات الوش والرياكشنات وكده، فاخدت فتره عشان اتدرب عليها كمان قبل الفيلم يعني. ما دخلتش كده يعني القصه والسكريبت والستوري بورد وكل حاجه انت اللي كتبتها واخرجتها ومثلت. كان كله بتاعي وكده، وعامل الاثنين التوأم. تصوير برضه يعني انا كنت بحط ساعات الكاميرا، يعني كان في بعض المشاهد بحط الكاميرا قدامي كده وبصور، لان هو فيلم سيلفي فما فيش حد معايا. زائد طبعا والدتي اهم حاجه ليها فضل طبعا، كانت بتصورني وتعبت معايا جدا يعني بصراحه في الثلاث افلام وكده، وفي الحاجات اللي يعني اللي لسه دلوقتي هتكلم عنها تاني. فكانت هي ماسكه موضوع التصوير بصراحه وكده، يعني بقول لها امسك الكاميرا كده وصوري كده، فطبعا ليها فضل طبعا وفوق دماغي يعني، لها شكر وتقدير. اول افلام عمر زكريا افلام السيلفي، لحظه غضب. هنرجع تاني معاكم وهنواصل اللقاء بعد هذا الفصل.
رجعنا لكم تاني وتفانين مع مخرجنا الشاب الواد عمر زكريا. عمر قول الو. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عمر عامل ايه؟ ازيك يا امي عامله ايه؟ عرفت صوتي يا عمر؟ ايوه تمام. اكيد اسبوع عنه. كل سنه وانتم طيبين وعاملين ايه؟ طيبة وبكل خير، وبنرحب بيكي من خلال أثير الشباب والرياضة، والحقيقة يعني تحية خاصة جدا جدا مني لحضرتك على دورك المهم والفاعل في حياة عمر الحقيقة. الله يكرمك، متشكرة قوي والله، جزاكم الله كل خير والله على ما يعني البرنامج يعني وعلى استضافتكم يا عمر وكده، ربنا يكرمكم والله. بس يعني عمر والله هو تعب كتير في الافلام اللي عملها، ويعني انا كنت بصور برضه توجيه منه، يعني انا ما كنتش بعمل حاجه من نفسي، يعني كان هو اللي بيوجهني ويقول لي اعمل ايه واتصرف ازاي وكده، فهو تعب جامد وربنا يكافئه خير يا رب على مجهوده ان شاء الله باذن الله. انت اللي تعبت اكتر مني والله، اشكرك. عايزه اعرف بقى دور حضرتك ودور كل ام المفروض في رعايه موهبه اولادها، يعني اولا ازاي تكتشف او تكون يعني عين لاقطه لهذه الموهبه، وازاي ممكن تنميها، وازاي ممكن يعني تاثر في اولادها يعني هذه المواهب. هو المفروض صراحه ان كل ام تشوف ابنها بيحب ايه وتسيبه يعمل الحاجه اللي هو عايزها طالما في الخير مفيش مشاكل يعني. ايوه. يعني ما تفرضش على ابنها حاجه، وما تسيبش مثلا ابنها لاي اتجاه تفرضه عليه. يعني تشوف الحاجه اللي هو عايزها تساعده فيها وتديله كل الامكانيات. بس فهو اهم حاجه الحمد لله يعني هو لما جه قال لي على الحاجات اللي هو عايزها في الافلام وكده، بقيت يعني اساعده، قلت له طالما انت حابب الاتجاه ده خليك فيه. حضرتك ما قلتلوش بقى هيعطلك عن المذاكره والكلام اللي احنا بنقعد نقول للولاد ده ولا ايه؟ لا الحمد لله العالمين، يعني الحمد لله العالمين، يعني ربنا كرمه وقدر ان هو يوفق بين الدراسه وبين التمثيل، وبعدين ده لسه في البدايه يعني. فالحمد لله العالمين يعني، فان شاء الله على بال ما يخلص الدراسه ان شاء الله يكون توسع يعني في المجال ده ان شاء الله باذن الله بامر الله يعني. ان شاء الله يعني دايما تشوفيه في احسن حال يا رب اللهم امين يا رب، اللهم امين. دايما تشوفي مستقبله كده باهر باذن الله. حضرتك بتتمنى ايه يعني؟ شايفه عمر ممكن يوصل لايه ان شاء الله خلال الفتره الجايه؟ والله بأمر الله يعني انا عايزاه يوفق ما بين الدراسه وما بين التمثيل، اللي هو الفني يعني في نفس الوقت. هو ميال اكثر للاخراج والحاجات دي، يعني الاخراج والسيناريو والحوار والقصه والحاجات دي هو ميال فيها اكثر. بالنسبه للتمثيل ممكن يمثل اذا حد يمثل بداله، ممكن ما لقاش هو اللي بيعمل الادوار دي على اساس بيحب يطلع اللي جواه، يعني هقول لحضرتك كمان هو بيحب يطلع كل اللي جواه عن طريق الافلام دي. ان شاء الله نتمنى له التوفيق وكل الشكر لحضرتك. اللهم امين، اللهم امين. متشكره قوي ان انت دايما يعني ترعي موهبته وتكوني دايما يعني خير سند له ان شاء الله في حياتك. اللهم امين يا رب، اللهم امين. وانا متشكره وجزاكم الله كل خير وكل سنه وانتم طيبين. دعواتك بس يعني لو انا بوصل او بنجح بدعواتك يعني. ربنا يوفقك يا ابني يا رب ويسعدك ويقدم لك الخير كله ويعوضك خير ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله على قد مجهودك وتعبك بامر الله. يا رب مشكور. اللهم امين يا رب، اللهم امين. انا متشكره قوي، جزاكم الله كل خير. السلام عليكم. مع السلامه. مع السلامه. دي أمي شقيانة طول عمرها ما شالتش غير همي وأنا آخر صبرها. الست دي أمي شقيانة طول عمرها ما شالتش غير همي وأنا آخر صبرها. طول عمري متربي بخيرها، هي الوحيدة ما فيش غيرها. الوحيدة ما فيش غيرها، الجنة
رجعنا لكم تاني وتفانين، وضيفنا النهارده المخرج الشاب عمر زكريا. برحب بيك مره تانيه يا عمر. اهلا بحضرتك، الله يكرمك. يعني مكالمه والدتك كان ليها اكبر الاثر عليك الحقيقه، وانت طبعا. يعني بايه مبسوط بيها، ربنا يخليها لك ان شاء الله، ودايما تكون سند ليك في حياتك يا رب. يا رب يا رب. طيب هننتقل من لحظه غضب لفيلمك الثاني ل 2013 اللي هو تمام، نقطة ضعف. نقطه ضعف. تمام. نقطه ضعف عند مين بقى؟ نقطة ضعف لكل واحد فينا، عنده نقطة ضعف، عنده مشكلة وهو عارفها. الفيلم ده كان بيتكلم عن الإدمان والخير والشر والشقاوة يعني. بس أول قصة الفيلم برضو جات لي لما كان عندي 20 سنة ساعتها، وكنت بتكلم مع الناس وكده. بدأت بقى ايه اعمل الفيلم اللي انا حكيته. يعني انا من بعد لحظة غضب طبعا لقيت فكرة طبعا السيلفي وكده، قلت خلاص انا هكمل بعد كده لوحدي طالما مفيش حد معايا هكمل. عملت بقى الفكرة ان انا قلت للناس عليها قبل كده ومحدش يعني بص عليا. بس عملت طبعا الفيلم كان برضو داير على 2 توأم برضو اللي هو انا، الكويس والوحش او نقدر نقول يعني الخير والشر. واللي كان يعني شاب شقي كده برضه بيتعاطى وبيشرب مخدرات وكده ومدمن. بيبدأ يشتغل ديلر علشان يجيب فلوس للي بياخده ويصرف على نفسه وكده. وبيحصل برضه صراع للأسف يعني النموذج ده موجود للأسف. طبعا موجود في وسطنا طبعا. موجود حوالينا. احنا رغم كل المحاولات يعني ل اجهاض المواضيع دي، لكن للاسف ان هي منتشره وموجوده وبين سنوات صغيره يعني كمان. جدا فعلا. والموضوع بيزيد كمان يعني هي نسبه الادمان وصلت لحوالي 33% حسب اخر الاحصاءات، وكمان السن انخفض من 12 ل 9 سنين. فده يعني حاجه مرعبه بصراحه. ده حقيقي للاسف والله يعني. انا كنت عايز احط ايدي على حاجه زي كده واناقش القضيه دي من خلال مجالي يعني، على قدي برضه من خلال الافلام اللي بعملها وكده، قلت لازم اناقش القضيه دي. بس كانت المناقشه ازاي؟ كانت السكريبت الستوري بورد كانت ازاي؟ يعني ايه فكرتك عشان توصلها وعشان تقول ان ده خير وده شر يعني؟ تمام. انا عملت يعني زي يعني فكره كده يعني كويسه. انا زي ما قلت طبعا الخير والشر واثنين توأم. فطبعا الخير بينسح طبعا الشر وكده، وبيكلمه بيقول له زي آية قرآنية كده يعني كفايه اللي انت بتعمله ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. وبيبدأ طبعا يعني يتناقش معاه في الموضوع ده. في اخر الفيلم يعني طبعا طول الفيلم طبعا صراع بينهم وكده، ده بيتكلم وده بيكبر دماغه او ساعات بيسمع له وبرضه بيعمل اللي في دماغه. في اخر الفيلم لما اشتغل ديلر الشقي يعني، اتعمل زي مشكلة كده، وبعدين الناس اللي عملوا معاهم المشكلة جم البيت عنده علشان يطردوه او ينتقموا او كده. وبرضه كنت انا بس كنت ملثم بقى يعني لابس حاجة على وشي كده. الشخصية الثانية بقى دي بقى الشخصية الثالثة بقى. واحد ملثم برضه كده طالع المفروض الشخص ده ينتقم من الشخص اللي هو الشقي. فساعتها كان في صراع ما بين الاخين. فالاخ الطيب نزل والتاني قاعد في البيت. فلما نزل طبعا اتضرب مكان اخوه. طب ايه رايك نسمع بقى حته من الفيلم بتاعك؟ يلا بينا. هبطل ان شاء الله. هتبطل امتى بس؟ يا ابني انا خايف عليك. الحاجات دي اخرتها وحشه. خلاص يا عم، ايه المشكله؟ عارف ايه المشكله؟ المشكله انك مش عايز تسمع غير نفسك وبس. ده انت حابب الموضوع ومستمر فيه مع انك عارف انه غلط، ومع ذلك بتعمله. وخايف تعيش الواقع او تواجه الحياه. طب تهرب من القرف اللي بتاخده مع ان غيرك يتمنى يعيش مكانك ولو يوم. هي دي حياتك. انت ضعيف بجد ضعيف. ممكن بقى ما تعملهاش حكايه. المهم خطوبة معتز كمان اسبوعين. كلمني وعزمني ولازم تيجي. طب وصيني.
ماشي. وبحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول، اما العالم المتضايقة انا لا ماليش في دول. الو، ايه يا باشا؟ امورنا يا باشا. تمام تمام. والتنفيذ امتى؟ يا باشا ايه؟ تخلص يا باشا. عناية يا باشا، عناية. امورنا يا باشا. خلص يا باشا. رجعنا لكم تاني وتفانين وعمر زكريا ونقطة ضعف مدتها 10 دقايق. 10 دقايق مظبوط؟ تمام. طيب احنا فزنا في مهرجان ابداع 2 اللي اقامته وزارة الشباب. يعني احنا كنا موجودين في المهرجان ده وموجودين يوم توزيع الجوائز والحفلة، ونقلناه على موجات الشباب والرياضه وموجات الاذاعه المصريه، بس للاسف ما كانش ليا حظ ان انا اقابلك يعني. زي الشباب دلوقتي واتقابلنا. قول لي بقى دلوقتي يعني انت عملت ازاي وايه اللي حصل عشان تفوز بجائزه مهرجان ابداع 2؟ تمام. مهرجان ابداع 2 زي ما حضرتك قلتي كان تبع وزاره الشباب. كنت انا يعني كان تبع الجامعه، كنت انا في الجامعه وكده، فلقيت ورقه مكتوبه محطوطه كان جنب الشؤون، فبصيت لقيت مهرجان افلام قصيره يعني افلام قصيره مستقله وكده، قلت تمام يعني ببص على الشروط لقيت كل الشروط تقريبا متطابقه معايا او كده، بالاخص ان هم كانوا طالبين افلام في موبايل، افلام معموله بالموبايل متصوره بالتليفون، والفيلم ده كان كده. ايوه ده حقيقي. فكان واقف حتى معايا صاحبي وكده، يعني تمام انا كمان يعني بصيت وما اهتمتش، فصاحبي بيقول لي طب قدم تمام انت يعني كل الشروط مطابقه معاك. قلت له هقدم ليه؟ يعني انا يعني هم هيحسبوا كل الافلام وهيبص على فيلم، قال لي انت انت خسران ايه؟ بالفعل رحت قدمت وكده وعملت استماره وتمام. مفيش تقريبا عدى مثلا بتاع شهر ونص ولا حاجه، لقيتهم بيكلموني قالوا لي عمر زكريا مبروك خدت معانا مركز اول اسكندريه. الله. كان واقع عليك ايه بقى يا عمر؟ انا ما كنتش مصدق طبعا، يعني كنت في اندهاش ويعني فرحت جدا. طب عايزه اعرف يعني اللجنه اللي قيمتك قالت لك ايه؟ قالت لك ايه على ملحوظاتها، ايه تفاصيل اللقاء اللي كان بينك وبين اللي حصل يعني؟ تمام. هو اللي حصل ان انا خدت يعني بعد ما خدت مركز اول اسكندريه الفيلم اتصعد لمستوى الجمهوريه على مستوى مصر. لا انا اقصد قبل ما يحصل بقى ده انت قصدك في اسكندريه الاول وبعدين في مركز ابداع 2 او مسابقه وبعد كده مهرجان ابداع 2. فكان في طبعا لجنه تحكيم طبعا. أيوة. طبعا يعني اشكرهم طبعا، يعني من هنا اشكرهم طبعا ويعني تقدير ليهم. استفدت منهم كتير جدا طبعا، كانوا ناقشوني على الفيلم وكده وكان لهم طبعا تعليقات، بالاخص ان هو ساعتها كان تاني فيلم ليا، فكان في مشاكل شويه او كده في بعض الصور في بعض اللقطات. قالوا لكش حاجه على النقلات المونتاج التصوير، يعني كان ليهم ملحوظات عليك ولا؟ كان بعض الملاحظات كانت على ممكن التصوير وان انا كنت عامل كل حاجه لوحدي. يعني هم قالوا لي يعني كسينما ما ينفعش تبقى عامل كل حاجه لوحدك، تمثيل واخراج لازم يكون في تيم ورك معاك. بالظبط كده. يعني. لان انا مثلا لو انا مخرج ليا رؤيه، مدير التصوير له رؤيه معايا، الممثل له حاجه، ما يبقاش كله فوق
دماغك. لا وكمان ده بيجعل نوع من التنوع كمان في الفيلم اللي انت بتقدمه. ده حقيقي. يعني بقى تنوع الرؤى واختلافها ده بيبقى شيء جميل طبعا. ده حقيقي فعلا. بس فده كان النقد تقريبا على الفيلم وكده. بس لكن المجمل طبعا هو عجبهم جدا، انبسطوا منه، وان انا عملت كل ده لوحدي في نفس الوقت كان يعني زي ما هو كان مشكله، او يعني ما ينفعش السينما يعني تعمل فيها حاجه مستقله لوحدك. على قد ما هم كانوا مبهورين ان انت عملت كل ده لوحدك ازاي. وقمت يعني بفيلم 10 دقايق كامل مفيش غيرك، فده كان. طب ده السلبيات او ده الانتقادات، الايجابيات بقى قالوا لك ايه؟ ما هو الايجابيات طبعا يعني اللي هو برضو ان انا كنت شغال لوحدي وكده، فازاي ان اعمل حاجه زي كده يعني. والايجابيات كمان نقدر نقول على رؤية الفيلم. يعني عملت رؤية كده جديدة، لان انا كمان عايز اكمل حتة ان انا في اخر الفيلم لما عملت الاخ الطيب نزل مكان اخوه وكده واتضرب مكانه. فانا في نفس الوقت كنت بجيب يعني لقطات على ده وعلى ده، ان ده بيتضرب من الحرامي مثلا وبيقع، والشخص الثاني اللي هو الشقي مطلع حقنه كده يعني انجكشن كده وبيتعاطى، فاخد جرعه كبيره عشان يهدى، فده بيقع وده بيقع والاثنين بيقعوا مع بعض في نفس الوقت. وفي اخر الفيلم جبت واحد يعني هو اللي عايش. بس طبعا دي انا سبتها للمشاهد بقى، يعني هو اللي يشوف مين اللي عايش، الكويس ولا الوحش، او يعني اللي هو الشقي يعني. فدي سبتها للمشاهد مين اللي عاش فيهم. مين مثلك الأعلى يا عمر في المخرجين كتاب السيناريو في المجال عموما يعني؟ في كتير طبعا يعني على رأسهم طبعا يعني نقدر نقول أستاذ يوسف شاهين، أستاذ شريف عرفة، كتير جدا، أستاذ نادر جلال. انت بتحب السينما الواقعية، بتحب السينما الرومانسية، بتحب اي اتجاه او اي لون من الوان السينما؟ ما اعرفش، بس انا برتاح يعني او يعني بروح اكتر للافلام اللي هي مؤثره، التراث دي بروح لها اكتر، او الحاجات اللي فيها فكر، فيها مغامره، يعني الحاجات اللي بتعبر عن واقع المجتمع قصدك تقول كده. والواقع طبعا بالواقع. ما هو للاسف يعني نقدر نقول ان الواقع بتاعنا واقع يعني شويه مؤثر، شويه الواحد يبكي عليه. بس في مشاكل كتير بين الشباب جدا للاسف. مهمتكم بقى ان انتوا يعني اولا تظهروا المشاكل دي وتظهروا العيوب، وفي نفس الوقت لازم يعني يكون لكم دور ان انتوا تحاربوها او ان انتوا يعني تتصدوا لها يعني. طبعا ده اللي انا بحاول ابرزه في الافلام، وان انا اوصل رساله، لان انا عندي رسائل كتير عايز اوصلها من خلال الافلام، لان ده مجالي. انت قلت لي انك خدت ورش عمل واخدت تدريبات في مجال السينما، اخدت ايه؟ تمام، انا اخدت ورشه تصوير مع مدير التصوير الكبير استاذ سعيد شيمي. جميل. استفدت منه طبعا كتير جدا بصراحه. طبعا سعيد شيمي انت عارف طبعا ان هو اول مصور بيصور تحت الميه. هو يعني يتفرد بالمجال ده في مصر يعني. فعلا واحنا كمان يعني طلعنا على ايده، اتربينا على الافلام اللي هو بيعملها بصراحه. احمد زكي مع عادل امام، لا بصراحه راجل عبقري والله. يعني انا ليا الشرف ان انا كنت معاه وان انا اتعلمت منه. بالاضافه لايه بقى؟ بالاضافه طبعا اخدت طبعا دروس او زي ندوات كده عندنا في مكتبه اسكندريه، دروس سينما. كان برضه يعني مدعمه من المكتبه، حضرتها كلها. زائد قراءه طبعا من النت وكده، مواقع يعني بنقرا فيها وكده. فيعني معانا ماشي على قد برضه يعني، بس يعني شايف حاجه. عايزين بعد كده دراسه بقى متخصصه اكتر في مجال السينما. انا عايز ان شاء الله كمان يعني عشان تدعم موهبتك لازم يكون او تثقلها لازم يكون في دراسه. ده لازم فعلا. وانا بعمل كده، بس يعني عايز اخد ورش، مش عايز مثلا يعني ادخل معهد السينما او كده، ولكن عايز اخد ورش. طيب هنسمع جزء من نقطه ضعف وهننتقل لفقره اخرى في سهرتنا التفانيه. انما الضعف اللي هو ايه بالظبط؟ في ايه؟ انا راجع للناس حقها. حرام عليك، كفايه بقى. انت ايه يا اخي؟ مش عايز تنضف؟ انت اللي كفايه بقى. انت مش حاسس بيا. انا تعبان، ارحمني، انا مش ناقص. يا ابني انا حاسس بيك، مش معنى ان في حاجه راحت من حياتك يبقى كل حياتك انتهت. انت ما شفتش اللي انا شفته ولا اتقابلت زيي. دايما كلامك معايا على ان انا وانت واحد. احنا فعلا توأم وفعلا شبه بعض، بس من بره انا حاجه وانت حاجه. دماغي غير دماغك وحياتي غير حياتك، مستحيل نبقى زي بعض.
كل الحكايه ان انت اخترت تكون كده، وانا كمان اخترت اكون كده. يمكن انا عندك حق في كل اللي انت بتقوله، يمكن اكون بعملك على ان انت انا بادئ من لعبه خايف عليك وبحبك بجد، نفسك تكون احسن مني وتفضل كل ده. كون ان انت اخترت تكون كده فده مزاجك، ممكن تبعد عن كل ده برضه مزاجك. الموضوع كله محتاج اراده منك. المدة كده اتعرضت لمشكلة كبيرة وانت تعرفها كويس، واتعرض عليا في وقتها حاجات كتير قوي وفلوس اكتر، طبعا بطرق غير مشروعة. كنت هبقى واحد تاني خالص. وساعتها قعدت ادور على آية من كتاب ربنا طلعني من كل ده. لقيت قدامي آية واحدة يعني مصر طبعا يعني بلد الفن، يعني احنا مش هنتكلم فيها يعني. المهرجانات اللي انت اشتركت فيها بقى كانت ايه؟ المهرجانات طبعا كان مهرجان ابداع 2 خدت فيه مركز اول اسكندريه، تمام، ومهرجان الاسماعيليه الدولي. المهرجان ده انا عرضت فيلم نقطه ضعف كان على هامش المهرجان. وزارة الشباب كلمتني وقال لي يا عمر عايزين يعني بناخد من كل محافظة واحد بيمثل المحافظة بتاعته. فأنا كنت من ضمن يعني. أنت اللي ساعدت للمهرجان ولا حد كان يعرفك وكلمك؟ لا، وزارة الشباب هم اللي كلموني. كويس. قالوا لي أنت أخدت معانا مركز أول اسكندرية فعايزينك تطلع مهرجان الاسماعيلية الدولي، تعرض فيلمك هناك وتمثل اسكندرية هناك. عظيم. بس وبالفعل رحت طبعا، وكان معايا ناس تانية طبعا في من القاهرة من المنصورة كان في من كذا محافظه يعني. رحت بالفعل عرضت الفيلم وكده، وكنت مبسوط جدا كمان من المهرجان. من مهرجان الاسماعيليه كمان عايز اقول ان هو مهرجان جامد وتقيل جدا. طبعا. يعني من المهرجانات اللي هي يعني ده مهرجان عالي قوي زي ما انت بتقول، مش يعني مش مهرجان تقيل، ده مهرجان دولي ومهرجان عالمي وله ثقله يعني فعلا. فانا يعني طبعا يعني حاجه كده تتحط طبعا في السي في عندي ان انا شاركت في المهرجان ده يعني. كانت رئاسة الدورة اللي دخلت فيها؟ هو كان الأستاذ محمد حفص طبعا، كان هو مدير المهرجان، رئيس المهرجان. طبعا انت عارف ان تعاقب عليه يعني رؤساء كلهم، يعني رؤساء تقال. طبعا ابرزهم طبعا الناقد الكبير الاستاذ علي ابو شادي. فعلا طبعا وشكر وتقدير طبعا للاستاذ. انا فعلا يعني انا كمان عشان كده بقول المهرجان ده انا يعني بتعتز بيه جدا وسعيد جدا طبعا ان انا شاركت في حاجه زي كده. طيب اتمنى كل سنه اكون معاهم يعني. مهرجان اسماعيليه، مهرجان ايه كمان؟ شاركت بعد كده في مهرجان الاسكندريه الدولي. ده كان بالظبط المهرجان ده فكرته جت معايا ازاي بقى؟ ان انا قريت الكلام ده على النت في مركز ابداع. انا متابع الصفحه بتاعتهم وكده، فلقيت المهرجان والشروط بتاعته. التزمت بيها طبعا، وقدمت في المهرجان بفيلم نقطة ضعف برضو. الفيلم الحمد لله طبعا اتقبل وشاركت بيه، وبرضو كنت سعيد جدا برضو بالمهرجان ده، لانه ما كانش فيه المهرجانات الجامدة برضو في شهادات تقدير او حاجة خارج المسابقة يعني. لا، في المهرجان ده ما خدتش حاجة. بس يعني كان ليك شرف للشرف. رجعنا لكم تاني متفائلين، واخر دقايق في فترتنا ولسه معانا المخرج الشاب عمر زكريا. عمر برحب بيك مره تانية، وفاضل لنا بقى غير متاح. هو متاح ولا غير متاح؟ هو متاح فيلم، وغير متاح حياه بنعيشها. قول لنا بقى غير متاح ده كان عباره عن ايه؟ غير متاح ده اخر افلامي، كان لسه نازل في العيد الكبير اللي فات ده. ده بيتكلم عن الأم، والفيلم ده بالذات يعني يمكن له وضع مختلف بالنسبة لي، له وضع خاص يعني.
وعايز اقول طبعا يعني الفيلم ده بالذات كمان يمكن البطل فيه كان هي امي. طيب هنطلع فاصل يا عمر وهنرجع تاني معاك. البطل الاساسي غير متاح والرئيسي كان الام. كان امي طبعا. لان هي يعني طبعا ساعدتني في التصوير وفي الاداء الصوتي. غير كمان ان الفيلم اصلا معمول عشانها، يعني معمول عن الام. عارف الموضوع، انت شوقتني كده. يلا بينا نحكي الموضوع. بصي بقى، هو يعني الموضوع كان واقعي جدا، والفكره جات لي بان هو حصل بالفعل، يعني مش معايا ولكن انا شفت حواليا كتير قوي، كتير جدا. يعني ناس اعرفها طبعا، ده بقى قاعد معاها بيحصل معاها الموقف ده. اروح اي مكان او اقعد مع حد الاقي نفس الموضوع. ابقى مثلا يعني مثلا في كافيه او كده مع حد من اصدقائي، الاقي الموضوع ده برضه بيحصل. ايه هو بقى؟ يجي مثلا والدتك تكلمك في التليفون مثلا، تعالى وصلني مثلا، تعالى خدني انا في السوق ومعايا اكياس مثلا، تعالى وصلني او حاجه زي كده. يتكلم طبعا يعني، وده بيحصل بصراحه، يعني يتكلم بالزق وكده، ولا انا مش فاضي ومش عارف ايه، وخليها المره الجايه والكلام ده. شكرا يا عمر، الحقيقه انت بتعبر عننا يا عمر فعلا. بس انت بتساعد مامتك وبتحيل معاها، ولا بتوصلها ولا ما بتوصلهاش، ولا تقول لها انا مش فاضي وحاجات كده؟ انا مكبر دماغي. شكرا يا عمر. لا طبعا انا يعني بحاول والله ان انا يعني على الاقل حتى يعني اوصي بس حاجه من جمال الام اصلا، ويعني وتقديرها وتعبيرها اصلا، يعني يعني الام ما فيش كلام يعني. فاصل صغير وهنرجع لغير متاح معاك، وحالا هنكمل تاني. عمر، انا عندي ليك مفاجأة لطيفة جدا. احنا معانا دلوقتي الناقد والسيناريست رئيس مركز الثقافة السينمائية الاستاذ مجدي الشحات. استاذ مجدي، بنرحب بحضرتك يا فندم. اهلا بك يا استاذ عزة. يعني احنا معانا الموهبة الجميلة، الشاب المخرج الواعد الاستاذ عمر زكريا. يا اهلا بك يا استاذ عزة. اهلا بيك. يعني حضرتك استضفت عمر وفيلمه، وكان في ندوة، وكان في بعض تفاصيل كده عايزين نعرفها من حضرتك من خلال لقائنا معاك. هو كان بداية معرفتي بعمر زكريا من خلال مهرجان اسماعيلية السينمائي الدولي. ايوه. في شهر يونيو الماضي. كان عمر موجود بيعمل فعاليات المهرجان، وكان ساعتها هو معاه مجموعة من أصدقائه، وكان عايزين يعني يعرض الفيلم بتاعه في أول تجربة عرض ليه حضور جماهيري يعني. ايوه. فخصصنا له، باعتبارنا كنت انا من اداره المهرجان وكده، فخصصنا له يوم للعرض في مركز ثقافه الاسماعيليه. هو وكان معاه 2 زمايله ومعاهم برضه افلام، فخصصنا لهم يوم لعرض الافلام بتاعتهم على هامش فعاليات المهرجان يعني. تمام. بس وبعد كده قلت له يا اهلا بيك تيجي القاهره، وجاب لي نسخه من الفيلم بتاعه اللي هو فيلم نقطه ضعف. ايوه. عرضته عندي في مركز الثقافه السينمائيه يوم الاربعاء 24 سبتمبر الماضي. ايوه تمام. وقيمة ندوة عقب عرض فيلم لمناقشة وتحليل الجوانب الفنية في الفيلم، وكان في افلام اخرى عرضت في نفس اليوم يعني. طب رأي حضرتك بقى يعني كناقد وسيناريست، رأي حضرتك ايه في عمر؟ كشخص ولا كفنان؟ لا هو بصراحة انسان مؤدب جدا ومحترم بصراحة يعني. ما هو انا بصراحة بحس في حاجتين، وده اللي جذبني ليه من بدايه مناقشتي دي لما كنا موجودين في مركز اسماعيليه السينمائي في شهر يونيو الماضي. هو عمر بحس ان هو طبعا يعني غير ان هو متخصص في دراسه السينما، لكن هو عنده طموح وعنده رغبه في اثبات ذاته. تمام. فدي اول حاجه لفتت نظري فيه، وان هو يعني رغم ان هو مش متخصص في دراسه السينما، لكن عنده رغبه فعلا ان هو عايز يثبت نفسه ويثبت ذاته من خلال الفيلم بتاعه دوت اللي هو فيلم نقطه ضعف. ده كان يعتبر ثاني تجاربه السينمائيه او ثاني تجاربه
في العمل الفني. يعني شايف حضرتك موهبته ممكن توصله للافضل كمان؟ وانا كنت اقترحت عليه بس كده من فتره ان هو محتاج بس ياخد كورس كده او دوره زي ورشه بمعنى صح، بحيث ان هو يسكن الجوانب الفنيه اللي عنده، عشان طبعا الحاجات دي هتبان في البصمات بتاعته بقى كراجل مخرج وكراجل مبدع وفنان، فهو محتاج ضروري حكايه الورشه دي عشان يقدر ينمي الموهبه اللي عنده اكتر يعني. عمر عايز يقول لحضرتك على حاجه، اتفضل يا عمر. ازي حضرتك يا استاذ مجدي؟ يا اهلا بيك، ازيك يا استاذ عمر؟ الله يكرمك يا رب. انا متشكر جدا لحضرتك بصراحه على المداخله الجميله دي، يعني شرف ليا والله. الله يخليك يا حبيبي. الله يكرمك يا رب، واشكرك طبعا يعني تقديرك بصراحه على للشباب والافلام ومتابعتنا وبتاخد بايدنا يعني كلنا بصراحه. الله يكرمك يعني. ما هو انا كنت بس نسيت اقول حاجه يا استاذ عزه، ان احنا عندنا في مركز الثقافه السينمائيه ده بيتبع المركز القومي للسينما والثقافه. فبنمد ايدينا كلنا لكل الشباب ولكل شباب السينما المستقله وكل شباب الهواة والمبدعين اللي هم يعني مش لاقيين فرصه او نافذه لعرض افلامهم وابداعاتهم السينمائيه. فمركز الثقافه السينمائيه بيرحب بكل الشباب وكل الهواة وكل المبدعين، ويعتبر هو نافذه حقيقيه لعرض ابداعاتهم وعرض التجارب الابداعيه والاخراجيه بتاعتهم يعني. طيب احنا عندنا ان شاء الله يوم 3 ديسمبر الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصه، وهنعرض افلام بتناسب الحدث في المركز. انت حضرتك عرفت الخبر ده منين؟ ما العصافير بقى قالت لي، انا عندي مصادري. طيب انا هقول لسيادتك هو طبعا في توجيهات من معالي وزير الثقافه بضروره الاهتمام والتنسيق للاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصه، والموضوع تم تحويله الي من فتره قريبه يعني، والحمد لله باذن الله هيوافق يوم الاربعاء اللي هو اليوم العرض المعتاد عندي في مركز الثقافه السينمائيه، اللي هو هيوافق يوم الاربعاء 3 ديسمبر. فهننظم احتفاليه بمناسبه الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصه، وهيتم عرض 3 افلام منهم فيلم أمي اخراج مخرجة سالي ابو باشا، وفيلم هاجس اخراج عاطف شكري، وفيلم لعب كبار اخراج ربع وعجلان. كما سننظر نشرة فيلمية مصاحبة لعرض الافلام، وتعقد ندوة عقب عرض 3 افلام لمناقشه وتحليل الجوانب الفنيه للافلام وكده يعني. ده هيبقى يوم الاربعاء اللي بتعرضوا فيه، هيبقى 3 ديسمبر ان شاء الله. وده هيتوافق او يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصه. ان شاء الله هنكون معاك يا استاذ مجدي، وهنتابع الاحتفاليه وهنتابع العروض باذن الله. في شرفينا. طب احنا عندنا حاجه مهمه جدا في مركز الثقافه السينمائيه، لاول مره بيتم انشاء مكتبه فيلميه بالمركز. بتحكي طبعا الاخبار كلها. يعني انا حقيقه بهتم جدا بكل الجهات السينمائيه وانشطتها، فانا لقيت الخبر ده واسعدني قوي، لان احنا بندور على ارشيف للثقافه السينمائيه. حضرتك عندي فكره بسيطه عن الموضوع ده. اتفضل حضرتك. هو انا بصراحه كان عندي حلم بيراودني من فتره، اللي هو يعني طبعا جيت فوجئت مركز الثقافه السينمائيه، رغم ان هو في مكتبه سينمائيه بتحتوي على 6500 كتاب ومرجع ودوريه سينمائيه من عام 68 حتى وقتنا هذا. وفي عندي قسم ثاني هو قسم البحوث والمعلومات السينمائيه، ده اللي هو فيه ملفات مثلا اللي عايز يعمل بحث او رساله ماجستير او دكتوراه او بحث سينمائي مثلا عن هند بركات او عن يوسف شاهين او عن سيد جدير او غيره من الاخرين، في ملفات فيهم، لكن ما كانش موجود مكتبه سينمائيه او ارشيف سينمائي خاص بمركز الثقافه السينمائيه. فخلال ال6 شهور الماضيه يعني بتوفيق الله سبحانه وتعالى يعني الحمد لله تم انشاء مكتبه فيلميه تحتوي على 172 فيلم سينمائي تسجيلي وقصير. اللي كانت تضاف الى ارشيف الثقافه السينمائيه. وده طبعا تحت اشراف ورعايه الدكتوره رئيس القومي للسينما. وان شاء الله خلال الفتره المقبله هتستكمل المكتبه بنسخ من الافلام المصريه التسجيليه والوثائقيه على شرائط او اسطوانات بلوروي ودي في دي. والجزء اللي انجزته خلال الفتره اللي فاتت ان عملت فيلموجرافيا للافلام وتصنيف ليها. والفكره الجديده بقى اللي انا يعني اللي هي ذهني بقى لها فتره وعايز استحدثها، ان هطلب من كل مخرج زي مثلا عمر زكريا معرض الفيلم بتاعه عندي، اداني نسخه هديه، اعطاني نسخه هديه من الفيلم بتاعه. فكل المخرجين اللي هيعرضوا افلامهم عندي في مركز الثقافه السينمائيه هطلب منهم نسخه للاذاعه في المكتبه الفيلميه بتاعت مركز الثقافه. فانا كده بالتالي هزود حصيله كميه الافلام اللي موجوده عندي، وفي نفس الوقت هيبقى عندي مخزون استراتيجي للمستقبل طبعا. ان كل يعني هيبقى عندي ارشيف خاص بمركز الثقافه السينمائيه للافلام السينمائيه والتسجيليه والروايه القصيره،
وممكن ابدا اطلع الافلام دي كل فتره وابدا انظم لها احتفاليه وليالي عرض سينمائيه خلال الفتره اللي تصنيف يعني الافلام بحيث انها يعني تبقى عروض مستقله، كل مصنف يبقى له عروضه يعني. ايوه تمام يا فندم تمام. استاذ مجدي ان شاء الله هيبقى لنا لقاءات اخرى مع حضرتك ولقاءات موسعه في تفانين من خلال موجات شباب والرياضه. بنشكر حضرتك جدا على هذه الاضاءات وبنتمنى لك التوفيق. استاذ مجدي الشحري الناقد والسيناريست رئيس مركز الثقافه السينمائيه يا فندم. ممكن ان انا بس كنت عايز اشير ان شاء الله عندنا عرض يوم الاربعاء 5 نوفمبر الحالي. أيوة. عندنا عرض للفيلم الجزائري خارج عن القانون. أيوة. للمخرج الجزائري رشيد بوشارد. الفيلم من انتاج عام 2010 وسبق له مشاركه في مهرجان كان السينمائي وحصل على جائزه احسن عمل في مهرجان دمشق السينمائي عام 2010. وهذا الفيلم تم تشهيره بجائزة الأوسكار العالمية خلال هذه الفترة. شيء رائع لكل عشاق الفن السينمائي وعشاق الفن. فندعو يعني من خلال شبكة الشباب والرياضة ومن خلال حضرتك بلد مركز الثقافة السينمائية 36 شارع شريف يشرفونا بحضور عرض الفيلم إن شاء الله. إن شاء الله يا أستاذ مجدي. بنشكر حضرتك مرة تانية وكل التوفيق ليك دايما في كل الأنشطة اللي بتقدمها وبتقوم بيها وكل يعني الفعاليات اللي بيقدمها مركز الثقافة السينمائية. شكرا. شكرا يا فندم جزيل شكرا يا فندم جزيل شكرا يا فندم. رعاية الأمان. عمر زكريا مخرجنا الشاب وضيفنا النهارده في استوديو 16. انا بشكرك جدا يعني وبتمنى لك التوفيق على كل اللي انت بتقوم بيه وقمت بيه وعملته وعايزين بقى مزيد. احنا يعني بنطمح للمزيد. اكيد طبعا وده اللي انا يعني اللي انا ماشي فيه حاليا وبحضر لفيلم جديد ان شاء الله. ايه بقى هو اسمه ايه؟ لا مفاجأة بقى يعني. علينا برضه يا عمر. بجيلكم معاكم برضه ان شاء الله يعني اول ما اعمله. يعني بجهز دلوقتي السكريبت بتاعه والسيناريو وكده وان شاء الله اخلصه يعني الفتره في اقرب وقت باذن الله الفتره الجايه يعني. ان شاء الله. بس هيكون معاك فريق عمل ولا انت برضه اللي هتقدم كل الحاجه اللي لا انا عايز يكون معايا حد بقى يعني كفايه بقى سيلفي بقى كده ابدا بقى يبقى معايا حد وكده وتبقى ناس كمان يعني عندها يعني فهم الموضوع ويضيفوا عليا. طيب في اي حاجه تفاصيل عن غير متاح عايزين نقولها في النهايه؟ انا عايز اشكركم بس الاول يعني بصراحه يعني وعلى ان انتم بتمدوا ايدكم يعني للشباب اللي طالع جديد الطموح بتسكتوا الاضاءه عليه والله جدا حقيقه يعني. ربنا يخليكي. بتسكتوا الضوء عليه عايزين تطلعوه للشمس تظهروا للنور وده حاجه يعني انا يعني افتخر بيها واقدر يعني اقدر من هنا اقول ان لسه في امل يعني احنا هنوصل. ودايما شعاري حتى بقوله في اي مكان ان شاء الله هنوصل للنجاح وباكتساح ان شاء الله يا عم. ده اهم حاجه ان شاء الله. طيب هيبقى متاح بقى ان شاء الله ان احنا نعرف الفيلم اللي جاي بتاعك. طبعا باذن الله طبعا. طيب مفيش حاجه هتخبى عليكم يعني مع بعض على طول ان شاء الله. احنا بنشكرك جدا يا عمر نورتنا واهلا بيك معانا ويعني ان شاء الله ترجع بالسلامه اسكندريه ويكون يعني كل الحظ والتوفيق في حياتك ان شاء الله. يا رب يا فندم ربنا يكرمك يا رب وشكرا جزيلا وشكرا لكل مستمعينا الكرام. بنشكر كل مستمعينا وبنشكر وائل طبار مخرج تفانين. بشكر عمرو البدري بلمساته الهندسيه المتميزه دايما. واخر جزء في فترتنا تفانين نسمع دقائق قليله من فيلم غير متاح. بعد لحظات هيكون معاكم زميلي العزيز المقداد محمود. بنشكرك يا المقداد على يعني الدقائق الزائده لكن احنا الحقيقه ابتدينا متاخر لكن معلش سامح. غير متاح على موجات شباب الرياضه. الو. ايوه يا ابني انت فين؟ انا في البيت. عايزه ايه؟ انا مش فاضي اعمل حاجه. انا عايزك توصلني بس يا ابني انا خلص ليل عليا. طب انا نازل دلوقتي يا ماما ومش فاضي اعمل ايه طيب؟ طب بس يا حبيبي تعالى وصلني وانت براحتك بعد كده. بقول لك نازل وبعدين يا حبيبي عماله تقولي لي دي انت بتكلمي عيل صغير. خلينا المره الجايه. طيب بس انا معاك. ماشي خلاص بقى ماشي يلا مع السلامه.
يوم اوصلك ايه بس وانا فاضيلك. وحشتيني حبيبي. يا ايمن حبيبي. ايه كنت بتنجراني؟ دي ماما يا ستي في السوق معاك يا وبعدين نروح اوصلها. اها هتروح؟ لا طبعا ربع ساعة بالظبط تكون عندك. انا رايح البس. اوكي بس خلي بالك من نفسك. ده انا عايزك انت اللي تخلي بالك مني زي ما انا تخلي بالي منك. خلي بالك على نفسك لحد ما اجي. حاضر. لا اله الا الله محمد رسول الله. ايه يا ماما في ايه تاني بس؟ اه يا ماما خير. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه مين حضرتك؟ حضرتك تعرف صاحبة الرقم ده؟ ايوه ده رقم والدتي. هو في ايه؟ والدتك عملت حادثة. شد خيرك في بقاء الله. خليك على الموجة. شباب ورياضة طبعا هي إذاعتنا FM 108 FM حل دنيتنا أكيد بتقرب منا مظبوط عارفة لغتنا فعلا. نسمع حبتنا في عربيتنا على موجتنا وكمان يوم بيوم هتلاقي كل جديد ويانا هنا بس ما الشباب والرياضة على هوانا ومعانا شاوي مطبخة وحوارات يبقى تسمعنا شجعنا إذاعتنا زي اللعبة الحلوة بتمتعنا.